أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج العقرب، مساء الطاقة الإيجابية عليك ومساء الفرحة والسعادة والوفرة. أهلا بيك مرة ثانية يا برج العقرب، والنهاردة هنتكلم عن قراءة عاطفية ومهنية وصحية كمان، ودي قراءة طاقة مفتوحة هتبدأ من غدا يوم 30 يوليو لعام 2024. القراءة دي قراءة عامة تنفع للرجال والسيدات وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج العقرب، فرحة بانتظارك وبشارات سعيدة وتحول 180 درجة في حياتك. الفترة القادمة دي يا برج العقرب بالفعل بتمد ليك الكواكب يد المساعدة، فالحظ حليفك والسماء تبارك خطواتك. عندك فرحة بانتظارك، عندك بشارة سعيدة، عندك تحول بالفعل في حياتك إلى الازدهار والتغيير يا برج العقرب. ولكن لا تنسى من كانوا بجانبك أثناء نجاحك، لأن بالفعل عندك نجاح قوي، نجاح ليس له مثيل. عندك بالفعل نجاحات قوية في حياتك. برج العقرب كمان الفترة دي هيكون عندك كل شيء على ما يرام، يعني عندك بالفعل مال بانتظارك، عندك شراء شيء غالي، عندك حدث سعيد، عندك أشياء سارة تفرحك. في بينكم كمان وبين شخص يعني هيكون في صلح. في عندك كمان قرار بالمسامحة لطرف قديم. في عندك قرار مصيري بالزواج. في شخص هيدخل حياتك بالفعل إذا كنت غير متزوج. ولكن خلي بالك يا برج العقرب، في شخص في حياتك خبيث بيحب يعرف كل تفاصيل حياتك، ويد المساعدة لن يمدها لك. فخلي بالك يا برج العقرب، عليك بالحذر، عليك بالحكمة، عليك بالمعرفة، عليك بالوعي والدبلوماسية. كمان خلي بالك بالفعل تصرف بدبلوماسية وحكمة، وحاول انك تحتفظ بأسرارك لنفسك، سواء أسرار مهنية أو عاطفية. وخلي بالك يا برج العقرب، لا تسير وراء السراب أو الأحلام التي ليس لها أي نفع، وضع الأمور في نصابها الصحيح. وخلي بالك لازم يكون أفكارك نابعة من اندفاع منطقي وإرادة حكيمة. في عندك انفتاح على السعادة، في عندك مشروع تجاري هيحقق نجاح ليس له مثيل. وكمان هتكون بالفعل عندك كأن في أشياء ورا بعض ليك حصاد خير ليك يا برج العقرب. برج العقرب بالفعل مهنيا هيكون عندك تقدم، وفي عمل غير متوقع بيضمن ليك مستقبلا مشرقا، وبيرفع من معنوياتك ويزيد الثقة من نفسك. كمان الفترة دي بتخف الانفعالات العاطفية والمهنية، لأنك هتكون محاط بعدد من الأصدقاء والمقربين اللي بتجد بقربهم الاطمئنان والهدوء. في عندك كمان فرص مناسبة للتعارف وتعميق الروابط، سواء في العمل أو حتى في حياتك العاطفية. كمان حاول إنك تصغي إلى اقتراحات من يحبك. وخلي بالك إنك بالفعل عندك نقطة تحول في حياتك، وفي تغيرات يعني قدرية أنت مالكش دعوة بيها يا برج العقرب، لكن هتساعدك على النجاح، وهتكون بالفعل يعني عندك نجاح ليس له مثيل الفترة اللي جاية دي. برج العقرب كمان خلي بالك، في عندك أشياء في العمل هتساعدك على إنك تبهر بها الكثيرين، وهتصل إلى مستوى عالي من مجال الخبرة والمعرفة. فلا تبخل بالعطاء لمن كانوا بجانبك. وكمان حاول إنك ترفض أي تدخل في شؤونك، ثق بنفسك وبإمكانياتك، وحاول إنك تبتعد عن أي صعاب أو أي أمور تعترضك عن طريق التفكير الجيد والحل الجيد. خلي بالك أي حواجز كانت بطريقك هتستطيع أنك تتخطاها وتصل إلى الانسجام التام بينكما أنت والحبيب. ولكن بتحتاج إلى الصبر والتأني في دراسة الأمور. بتتلقى أخبار سارة بتستفيد منها أنت ورفيق الدرب والعمر والمستقبل،
ويحدث بينكما الوفاء والوفاق والاتفاق المنشود. خلي بالك، ركز على الاستقلالية والهدوء، وخلي بالك كمان إن عندك مفاجآت سارة على الصعيد الاجتماعي وزيارة من أحد الأصدقاء. حاول إنك تكون لينا مع الشريك ومتفاهما، ولا تتصرف تصرفا غير لائق اتجاهه لئلا يبتعد عنك ويؤدي ذلك إلى الانفصال. كمان أنت على موعد مع الحفلات والأوقات السعيدة، إذا أعطيت الكثير من ذاتك بيسعدك الحظ فبيقلب حياتك إلى الأفضل، وبتتلقى زي ما قلنا أخبار سارة الفترة دي يا برج العقرب. برج العقرب، حاول كمان إنك تظهر اهتمامك من الناحية العاطفية للشريك، ولكن ابتعد عن الغيرة، وحاول أنك لا تثير غيرة من يحبك. برج العقرب، الصحة كمان خلي بالك من الصحة واهتم بيها جيدا، لأن الفترة اللي جاية دي في تحول 180 درجة لحياتك، وفي نجاحات ليس لها مثيل، وعندك محطة عوض كثيرة وتجهيز جديد وأشياء مثيرة سعيدة، لأنك بالفعل عندك بدل الفرحة فرحتين يا برج العقرب. أنا مش عايز أطول عليك، لكن إذا عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.